إصابة ساديو ماني تبعده وتقصيه نهائيا من كأس العالم. ضربة موجعة لأسود التيرانجا المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي عزيزي المشاهد، بما إني صانع محتوى رياضي مصري استحملت وجيت على نفسي وقلت ماشي السنغال تصعد، ورضيت نفسي، ولو ان صعود السنغال كان صعود غير شريف بالمرة، صعود أثرت عليه العوامل الخارجية، بس استحملت حبا في المسلم ابو قلب ابيض ونضيف الواد ساديو ماني. بس النهارده خبر اصابه ساديو ماني وان ساديو ماني سيغيب عن نهائيات كأس العالم قطر 2022 بداعي الإصابة. حرفيا يا جماعة الواحد أقسم بالله اتقفلت من كأس العالم كله. في أكتر من كده يعني. أنا من حزني على ساديو ماني، أنا على فكرة كنت عازم إن أنا بشجع الأرجنتين. أنا بحب التانجو من وأنا قد كده، وأهل بلدي حتى كنت عامل فريق وأنا صغير مسميه التانجو كده وأنا قد كده، متربى على حب الارجنتين. كنت بحب كرة الارجنتين، ودايما بتابع الدربيات اللي تكون بين الارجنتين وبين البرازيل. المهم عايز اقول لك عزيزي المشاهد ان انا بلعت وكان طعمه مر جدا صعود السنغال على حساب المنتخب المصري، وكان حلم حياتي اشوف الفراعنة في قطر 2022 لانه كانوا هيحظوا بدعم رهيب. تخيل ماتش مصر المغرب هناك بظروفها، جمهور المغرب هيخش المدرج، جمهور السعودية هيخش المدرج، جمهور وشعب قطر هيخشوا المدرج، جمهور تونس هيخش المدرج. 4 دول حرفيا مباريات منتخب مصر كانت هتبقى مكتملة العدد، كانت هتبقى كاملة العدد يا جماعة. الواحد بجد اتمنى بقى ايه اللي يعوضها لنا بقى. على فكرة انا مدريدي، عشان بصوا بس انا مدريدي، بس اتمنى ان شاء الله ان الارجنتين تحقق الكاس الغالية وتنصف الليو، تنصف سيد المعيز، تنصف ليونيل ميسي. ارجع لموضوعي المهم، وهو غياب حسب صحيفة الليكيب غياب ساديو ماني عن كأس العالم بداعي الإصابة. خبر نزل عليا كالصاعقة طبعا، تضامنا هتكون ضربة موجعة للمنتخب السنغالي، ده ما فيهاش كلام. بس السنغال عندها الفرقة اللي تشيل، هيظبطوا خطتهم وتشكيلتهم واسلوب لعبهم على غياب ماني، لكن هي فرقة متكاملة يعني. ونتمنى ان شاء الله انه اسود الترنجة يوصلوا لأبعد مكان وأبعد خطوة في مشوار نهائي كأس العالم. ونتمنى أيضا الشفاء العاجل لأبو وش جميل وقلب أبيض المسلم ساديو ماني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.